السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي وزوار القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ودائما في اطار التعريف بوجهتنا السياحية. فيديو اليوم راح نشوفوا فيه مع بعضنا حمام بوشهرين اللي جاي بمنطقة حمام ولاد علي بولاية قالما. هذه المنطقة واللي تبعد عن عاصمة الولاية قالما بحوالي 13 كيلومتر. هذا الفيديو جاء نزولا عند رغبة الكثيرين، يعني بعد ما درنا فيديو حمام البركة المتواجد كذلك بمنطقة ولاد علي، كنت ألحيت وأصريت علينا من خلال تعليقاتكم باش نديروا لكم هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا الآن رانا متواجدين بحمام بوشهرين بولاد علي. هذا الحمام يعني ما شاء الله، أنا شخصيا أول مرة ندخل له وتفاجأت يعني من نظافة، من نقاوة، من حسن الاستقبال، يعني ما شاء الله. بالنسبة لهذا المركب السياحي الضخم اللي يحتوي على فندق بالإضافة إلى بنغالو، كذلك عندهم الحمامات، كذلك عندهم قاعة الحفلات، بالإضافة إلى أن المركب يحتوي كذلك على قاعة المحاضرات. مكان نقي نظيف الله يبارك ما شاء الله. كما راكم تشوفوا الآن رانا متواجدين داخل الحمام. للإشارة كما راكم تشوفوا من خلال التذكرة، الدخول ب 300 دينار جزائري ب 30,000. عندكم يعني اكسي فاميليال، كاين اكسي بوروم. كما راكم تشوفوا هذا الجناح المخصص للرجال اللي كنت دخلت له انايا، يعني فيزيتيته فقط ما تدوشتش، لكن كما راكم تشوفوا نظافه نقاوه الله يبارك، يعني ما شاء الله 10 على 10 حقيقه، للامانه يعني الله يبارك. كما راكم تشوفوا هذا بالنسبه للحمام الكوتي المخصصة بالنسبة للرجال. كما راكم تشوفوا الله يبارك ما شاء الله. الآن وكما راكم تشوفوا رانا متواجدين بقاعة الاستقبال الخاصة بلبنغالو. ما شاء الله بلاصة نقية الله يبارك. كما راكم تشوفوا بعد ما نمروا على قاعة الاستقبال رايحين نلقاو هذا المكان الأكثر من رائع. عندكم كذلك لاكسي لابيسين من خلال هذا الدخلة. يحتوي الفندق كذلك على مطعم. بالنسبة للنزلاء في هذا الفندق رايحين يتمتعوا بالابتداج بالإضافة إلى لاكسي لابيسين. كما راكم تشوفوا هذوما بالنسبة لطريف الخاصين بالفندق، والثانية الخاصة بلبنغالو. راح يكون هناك فيديو كذلك ثاني تفصيلي راح نشوفوا من خلاله جميع الغرف، بالإضافة إلى أني راح نعطيكم جميع التفاصيل راح تلقاوها مفصلة ومدققة. ما تبخلوش علينا بالجيم أسفل هذا الفيديو. وبالنسبة للناس اللي مش مشتركين في القناة، ابونيو في القناة خاوتي وفعلوا زر الجرس باش يوصلوكم لي فيديو الخاصين بنا في قادم المواعيد. إلى ذلكم الحين، إلى الملتقى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. تحية خاصة بالنسبة للناس اللي بقاو معنا إلى غاية هاد الصور. طلعوا لي في روحكم خاوتي. إلى الملتقى، سلام.